السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصدر فرخة عملنا كل الجمال ده. طالعة تحفة حقيقي، ما خدتش مننا نص ساعة وطالعة حكاية، والريحة تجنن. عايزين تعرفوا عملناها ازاي وايه سر الجمال ده؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. جاية من الشغل تعبانة، مش قادرة تقفي تعملي أكل، هلكانة في الشغل طول النهار. الولاد جايين من المدرسة وعايزين ياكلوا. فين الأكل يا ماما؟ خلصت يا ماما؟ الحاج صاحب البيت أول ما دخل من البيت: خلصت الأكل ولا لسه؟ طبعا انتي مش عارفة تعملي ايه. تعالى أقولك، صدر فرخة في 5 دقايق هتعملي أحلى وجبة وتكفي العيلة كلها. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنشوف هنعمل ايه بصدر الفرخة دي. اول حاجه، دول صدر فرخه، يعني ايه نص كيلو زياده شويه، يعني حاجه بسيطه. مبدئيا نص كيلو. هنجيب البلانشه بتاعتنا وهنقطع الفراخ بتاعتنا قطع بالشكل ده. بسم الله، زي طرنشات كده. مش هتاخد مننا 5 دقايق زي ما قلت لكم، وبتبقى ايه تحفه. مش مش هنهدر بقى مواعين كتير والكلام ده. بصوا كميه. هننزل بقى نجيب الطاجن بتاعنا اللي احنا هنعمل فيه صدور الفراخ كده على طول. تمام حبايبي، هنجيب بصلايه مفرومه ناعم، هننزل عليها بمعلقه بابريكا، معلقه السبع بهارات، معلقه فلفل اسمر. نزود الفلفل الاسمر ايه شويه صغيرين. تمام حبايبي، وهننزل بنص معلقه ملح عشان المرقه طبعا فيها ملح، فهتحدق لنا ايه التتبيله بتاعتنا. وهننزل بنص معلقه كده ايه دبس رمان يخليها تحفه، او معلقه صغيره. هننزل بعصره ليمونه كامله. وهننزل بمكعب مرقه. تمام حبايبي، هندعك بقى البصله مع التوابل الجميله دي كويس جدا. مخدتش مننا وقت خالص اهو، بس احلى تتبيله. وهننزل بحوالي ايه معلقتين 3 زيت، مش كتير، بس الزيت يكون ايه لا ليه طعم ولا ريحه، علشان مغيرناش طعم التتبيله. بسم الله، بس كده. نحط كل بقى التتبيله الجميله دي، المكونات الجميله دي، على صدور الفراخ بتاعتنا. ننزل بيها بالشكل ده كده، بس وزعيها بقى ايه على صدور الفراخ. خدتش مننا بقى 5 دقايق، وبرده مش هتقفي تعمليها. هنغلفها بالفويل وهندخلها الفرن. شفتوا بقى، من صدر فرخة عملنا أحلى صدور فراخ في الفرن، وهتبقى أحلى كمان من الفراخ المشوية. بصوا الجمال. هنغلفها بقى ورق الفويل
غلفناها بورق الفويل وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معانا بالظبط ما بين تلت ساعة ونص ساعة. تمام حبايبي؟ كده حبايبي عدت نص ساعة، هنشوف بقى في الأخبار ايه. ما شاء الله، بصوا الجمال ده من صدر فرخة عملنا الطاجن الجميل ده. كده خلاص شلنا الفويل، هنحطها تحت الشواية تاخد لون ذهبي جميل، وهنشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. بصوا حبايبي الجمال، ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، شكلها فعلا يفتح النفس. هنعمل لها بقى فحماية، نحط كده حتة فويل ونحط ايه فحماية فيها، وننزل بمعلقة زيت مقدوحة. دلوقتي حبايبي هننزل بالزيت المقدوح، بصوا، وهننزل بالفويل كده نكتم عليها بالفويل. بس بقت احلى فراخ مشوية. حبايبي ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى صدور فراخ عملناها مع بعض. تقولي عليها صدور فراخ مشوية، تقولي عليها فراخ مشوية، تقولي عليها طاجن فراخ في الفرن، ماشية معاكي في كل المسميات دي. النتيجة طالعة حكاية. احلى صدور فراخ عملناها مع بعض. عملنا جنبها احلى مكرونة بالصلصة. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده النتيجة طالعة حكاية. واحلى زيتون تفاحي مخلل اللي عملناه مع بعض، ما شاء الله طالع تحفة. حبيت اوريه لكم. تعملي جنبها بقى سلطة طحينة، تعملي جنبها سلطة خضراء بالطماطم، كل ده شغال معاها. تحطي جنبها احلى زيتون مخلل خللناه مع بعض، تحفة تحفة تحفة. حبايبي جربوها بالطريقة دي، هتعجبك وتعجب ولادك. وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.